هحكي لك على حكايه يا وسام. زمان في التسعينات سنه 92 93 كده كان في لعيب اسمه محمد عبد الجليل. اللعيب ده كان حاجه تقيله، لعب مع الاهلي حوالي 13 سنه، كان بيلعب تحت فريق 18. المهم اللعيب ده سافر الامارات يفتتح دوره هناك. ساعتها مدير الكوره حد كده عالمي اسمه طارق سليم، استأذن منه 3 ايام يروح يحضر الدوره ويجي تاني. اللاعب ده قعد اكتر من 3 ايام، اسبوع، 10 ايام، حاجه كده يعني. اللعيب ده لما رجع استبعدوه من البطوله العربيه ووقفوه لحد نهايه الموسم، وفي نهايه الموسم استغنوا عن اللاعب، قالوا له مش عايزينك. وده كان قرار تربوي، هو اتقال له كده، ده قرار تربوي. طبعا اللاعب بعدها راح الزمالك كده كده كان بياخد كل اللعيبه من الاهلي الكاس، والاهلي بيمشيهم طول عمر. الزمالك على فكره اللي بياخد من الاهلي مش العكس يعني. جمال عبد الحميد وايمن شوقي وعبد الحكيم صقر وليله كبيره زمان يعني، زمان ناس توعاها يعني. راح الزمالك بعد 3 سنين ما لعبش مع الزمالك موسم وبطل من بعدها كوره. مشكلتك يا وسام اللي انت ما عرفتش الاهلي كويس، قلت بقى ايه ده نادي مصري ومعاه فلوس واجي اعمل شعبيه والموضوع يخلص على كده. يا وسام احنا جينا والتاريخ جه بعدينا. انت مفكر لما تضغط على الاهلي زي ما ضغطت على الفريق السويدي وان انت هتعرف تمشي من الاهلي يبقى بتحلم؟ يبقى انت مش فاهم انت فين، انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. فكره ان الاتحاد الفلسطيني يقول ان انت مضطهد من الاعلام ومن الجمهور، انت بتعامل معامله المصري. بعدين انت بتستشهد باتحاد الكره الفلسطيني اللي معرفش اصلا يطلع لك جواز سفر عشان تلعب في منتخب فلسطين، والاهلي اللي طلعه لك. يا اخي اختشي على دمك يا اخي. ثم ايش دخل اتحاد الكره المصري في الموضوع ده كله؟ ده شأن داخلي بالنادي الاهلي، فمحدش هيعرف يعمل لك حاجه، فما تحرقش. هيتطبقت عليك اللائحه واتخصم منك 10% و100,000 دولار. بقول لك معامله المصري. وفكت بقى الجماهير المدمغه مربعه من الزمالك اللي تقول لك ان موضوع وسام زي موضوع زيزو، دي جماهير ما بتفهمش حاجه، فما نحبش اللي احنا نرد عليهم. زيزو كان عقده خلص، انت فشلت اللي انت تعرف تجدد لزيزو، جالك فيه 5 مليون وما عرفتش تبيعه. انما ده لعيب لسه عندي ناقص له 4 مواسم، لعب عندي حوالي موسم ولا موسم ونص، فعقده لسه ممتد، فمن حقي ان انا اعمل اللي انا عايزه فيه، اوقفه، ابيعه وبالرقم اللي انا عايزه. الاهلي شالك من حساباته خالص يا وسام. كل الدعم من مجلس اداره الاهلي في اداره ملف وسام ابو علي.